قالوا لي مستحيل تربي 20 كتكوت رزي مع 20 بطة مسكوفي شهر كامل من غير عزل. بس أنا عملتها وإن شاء الله هتنجح. والسر في 4 حاجات. لو باظت واحدة منهم هخسر القطيع كله وربنا يستر. الفيديو ده للشجعان بس. يلا بينا. ليه الناس بتخاف من الميكس ده؟ السبب إن البط المسكوفي عكاك بيحب المية، والفراخ الرزي مناعتها أضعف من البط شوية. ال3 كوارث اللي بتحصل، أول حاجة فيهم ان البط بيغرق الدنيا، والفراخ الرزي بيجيلها برد وممكن تموت في يومين. الكارثة التانية، الفراخ الرزي بتجري وبتطير، ممكن تدخل في سقاية البط وتغرق. طيب الكارثة التالتة اختلاف درجات الحرارة، البط بيستحمل درجات الحرارة لكن الرزي ممكن تموت من السقعة. طب بس ايه الحل لكل ده؟ 4 قوانين ذهبية للتربية المشتركة في شهر كامل. اول قانون فيهم، اول حاجة ان احنا نستعمل نظام السقاية الذكي. اهم نقطة، اوعي تحطي طاجن ميه مفتوح ولا حله ولا اي الكلام ده. هتجيبي سقايتين بتوع الكتاكيت الصغيرين، ترفعيهم على طوب ارتفاع 5 سنتي. كده البط يشرب بمنقاره بس، والفراخ الرزي هتشرب وهي واقفه ومحدش هيغرق. غير كده غيري الميه 3 مرات في اليوم عشان البط بيوسخها بسرعه. تاني قانون بقى الفرشه ديت حياه او موت. فرشي نشاره او تبن حوالي 7 سنتي، وكل يوم بتشيلي الجزء المبلول بس وبتحطي ناشف مكانه. بس لازم الأول ترشي رشة جير مطفي طول الوقت على الأماكن المبلولة، لأنها بتشفط الرطوبة وبتضيع ريحة الأمونيا اللي ممكن تقتل الفراخ، لأن مناعتها أضعف من مناعة البط. لو الفرشة عطنت أو عفنت الرز كلها هتموت لأن مناعتها ضعيفة. تالت قانون في القوانين الذهبية، الحرارة والمكان. المكان لازم يكون واسع 2 متر في 2 متر على الأقل، ل40 حتة، اللي هو 40 قطعة أو 40 كتكوت مثلا أو بطة. لمبتين واط يكونوا في الشتاء لل40، لمبة واحدة في الصيف عشان الحرارة تكون يدوب معقولة كده، وتكون متوزعة صح وما يكتموش على بعض. نيجي كمان لدرجة الحرارة. أول أسبوع لازم تبقى 33 درجة، تاني أسبوع تبقى 30 درجة، تالت أسبوع 28، ورابع أسبوع تبقى درجة الحرارة 25. طب إيه هي علامة الأمان؟ علامة الأمان تلاقي الكتاكيت والبط متوزعين في المكان كله، مش ململمين حوالين بعض تحت اللمبة. لو ململمين تحت اللمبة يبقى هم بردانين، لو قاعدين جنب الحيطان وكده يبقوا حرانين قوي. لكن لو متفردين كده وفي حركة وحيوية اعرفي ان درجة الحرارة مظبوطة، وهي كده وصلتي لحالة الأمان. نيجي بعد كده للعلف والتحصينات. بتستعملي علف بادي ايه؟ علف ايه؟ بستعمل علف بادي 23، العلف الناعم. لكل اول شهر لازم اول شهر تعملي علف بادي 23، بعد كده بنستعمل علف نامي 21%. والتحصينات هنا بتبقى اجباري من اول يوم لكل البط والفراخ، وبالليل كمان. يبقى عندنا هنا حاجات كتير جدا لازم نعملها للفراخ والبط علشان نعدي بالشهر الكامل بالبط المسكوفي والفراخ الرزي الاتنين مع بعض شهر كامل بدون اي خسائر. هنعيد عليهم تاني. نقول ايه؟ الصبح بدري تيجي تشيلي المبلول من الفرشة وتحطي مية نظيفة وتحطي لهم العلف بتاعهم، ولازم تتأكدي ان الفرشة تمام ناشفة ومفيهاش اي بلل. الظهر تيجي تمري عليهم كده 5 دقايق، لو في كتكوت كايش، في كتكوت تعبان تبصي عليه كده، ولو كيشان ولا تعبان حاولي تعزليه، حتى لو هتعزليه في نفس الأوضة على جنب. بس طبعا لو التهوية كويسة في الأوضة علشان لو في عدوى ما يعديش باقي الفراخ والبط. طيب المغرب بتزودي علف وتغيري اللمبة. لو انت مثلا حاطه لمبة بيضة بالنهار ما بتدفيش، بالليل هتحطي لمبة تدفي علشان الجو بيتغير بالليل. طيب قبل النوم تتأكدي ان الحرارة مظبوطة ومفيش تيار هواء. لو مشيتي على الجدول ده 30 يوم هتوصلي بيهم لبر الأمان. طيب ايه أهم معلومة تطلعي بيها من الفيديو ده؟ أهم معلومة إن السر مش في العزل، مش إنك تعزلي الفراخ عن البط، لا، السر إنك تمنعي البلل. لو الفرشة فضلت ناشفة 30 يوم كله هيعدي. واللي قدامكم ده العلف البادي 23%،
علف صغير بنستعمله شهر كامل بدون اي اضافات. لو حابين نضيف اضافات اللي هو وصفات وكده ممكن نضيفها، بس طبعا ما ينفعش اول 15 يوم خالص، لازم نعدي اول 15 يوم. والافضل ان احنا نعدي الشهر كله كده لحد لما يعدوا الشهر نبتدي بعد كده نزود لهم وصفات وخلطات تساعد على التسمين وعلى ان هم يكبروا اسرع، ولو ان هم مش بيبقوا محتاجين حاجه خالص، لان ما شاء الله لا قوه الا بالله بتبقى مناعتهم قويه، فمش بيبقوا محتاجين اي حاجه خالص. دي مش اول مره اربي فيها البط المسكوفي والكتاكيت الرزي. انا قبل كده ربيت الكتاكيت الفيومي، ودلوقتي بجرب مع الرزي. وبرضو لما ربيت الكتاكيت الفيومي ربيتهم مع البط المسكوفي، بس كان اول 15 يوم بس، وبعد كده عزلتهم. المره دي انا اسيبهم مع بعض شهر كامل في نفس الاوضه دي. بس انا عندي مكان اوسع تاني بخرجهم فيه بالنهار كده شويه يتنططوا شويه كده، وبعدين ارجع ادخلهم الاوضه دي عشان دي امان بالليل من العرس ومن الفئران ومن الحاجات القوارض دي كلها، علشان امان ليهم. لكن بالنهار ممكن اخرجهم بره شويه كده، بس ليه؟ ياخدوا شمسه وياخدوا هوا كده. لكن طبعا عشان طبعا الجو كويس. لكن لو في الشتاء ممنوع تخرجي فراخك وبطك بره الاوضه علشان ممكن يبردوا منك. وانا كمان وسعت لهم المكان اكتر من الاول. كنت حاطه الحاجات دي كده، وسعتها شويه ورجعتها لورا علشان اوسع لهم اكتر واكتر. بوريكم هنا فتحه التهويه بتاعت السقف، فتحتها اكتر يعني الجو بقى الحراره فيه زايده. وهي دي يا جماعه نفس الاوضه اللي انا كنت بربي فيها فراخ بيضه، بعقمها طبعا ما بين كل نوع ونوع، وما بين حتى كل دوره فراخ والتانية، بعقمها كويس جدا بالكلور وبغسلها كويس وبكنسها كويس جدا. بغسل كل السقايات والعلافات وبعقمهم. فالنظافه والتهويه والفرشه كل الحاجات دي هي اساس انك تربي حاجه نظيفه. واللي شاف فيديوهاتي ومتابعها عارف ان انا مربيه بط مسكوفي قبل كده وطالع معايا اوزان زي الفل. تابعوا فيديوهاتي وشوفوها وان شاء الله تعجبكم. انا كده حبيت اديكم فكره انا بربي الفراخ الرزي مع البط المسكوفي، وان شاء الله هعدي بيهم لعمر شهر كامل مع بعض بدون ما اعزلهم. طبقوا الاربع قوانين دول وصوروا لي الفراخ والبط بتوعكم بعد شهر هيبقى شكلهم عامل ازاي، واكتبوا لي في الكومنتات قبلتوا التحدي ولا لا، وعدد الفراخ والبط اللي عندكم كام. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله، دمتم بألف خير.